أن الجزائر مثل كل المنتخبات حصل المنتخب الجزائري على عدد من الكرات لتدرب عليها، لأنك راح تلعب المنافسة القارية، وبهذه الكرة يعطيو لي بالون لكل الفرق المشاركة، الفرق 24 كلهم حصلوا على كوطة تاع الكرات. هذه الحاجة أو النقطة الأولى. ليظهر فيما بعد أن كرة اختفت بين قوسين في لقاء المنتخب الوطني الجزائري، اللقاء الأخير، وقيل أنه سارق الكرة هذا هو هذا الشخص. هذا الشخص اللي سرق الكرة حسب الفيديو اللي انتشر بسرعة البرق ليلة المباراة في نفسها، هذا الإنسان ما يمثلش، شوف المايو تاعو أو السيرفاتمون تاعو باش تبان باللي فوتوشوب، هذا الشخص ما يمثلش تماما الوفد الجزائري، وبدليل فوتوشوب تظهر هاي سيرفاتمون تاع ليكيب ناسيونال والسيرفاتمون اديداس اللي احنا عندنا الجزائر تلبس اديداس، اللي عنده هذا الشخص ليست لازم يكونوا لي 3 بوند، ما كاش لي 3 بوند وما كاش حتى النجوم نجمتين تاع المنتخب الوطني في القميص. وشوفوا يده باين باللي فوتوشوب، لانه يده مستحيل تكون بهذه الطريقه. يعني هناك حبينا دوك نتكلموا بالتفصيل على هذه القضيه، خاصه عاود وريني الشخص وريني بعثه المنتخب الجزائري، اعطيني الشخص وحده من فضلك يا سيدي المخرج. هاي الصوره تاع الشخص، واعطيني صوره الوفد الجزائري كاملا الى يكزيستي هذا الشخص في المنتخب الوطني او في البعثه. هاي صورة الوفد الجزائري الذي يشارك في كأس افريقيا، وهاي صورة الشخص المتواجد. إذا وجدتوه هذا الشخص متواجد في البعثة الجزائرية فلكم الحكم، هام كل أعضاء بما فيهم الطب